من هون من ادلب الثوره بالذكرى ال 12 لانطلاق الثوره السوريه اللي نحن مستمرين فيها، بنرفع راسنا فيها وهي علمها مرفوع، نحن نفتخر فيه. الحريه للزميل الصحفي احمد الريحاوي، وايضا الحريه للصحفي الاستاذ علاء، بعيدا عن سياسه اي قناه اكيد، لكن من واجبنا خاصه بالظرف هذا انه نساند كل حر وشريف. حابب اقول لهذا الشخص، ما بدي اذكر اسمه، اللي كان ضيفه لاحمد البطل احمد، حابب اقول لك وقت تسال البطل احمد الزميل احمد الريحاوي تساله مين انت، انا اقول لك مين هو. هذا اللي عراك وكشفك، هذا اللي الصحفي الحر اللي ينقل اوجاع السوريين، اللي ينقل انين اللي تحت الانقاض، اللي كشفك وعراك امام الجميع. وقت تسأل مين نحن السوريين غصب عنك ورفعت راسك، وين ما بنروح نحن السوريين اللي قهرنا طوال 12 سنة. حابب اقول لك ولازم تفهم، نحن السوريين الأحرار وما زلنا أحرار، وما بنقبل أي حدا يدلنا. إذا ما حدا وجه لك الكلام هذا أنا بوجه لك إياه، وكل حر شريف. نحن السوريين المقهورين، نحن واقفين على الجبال من القهر والألم. 12 سنة تقتيل وتهجير ومعتقلين، مئات آلاف المعتقلين، وما انكسرنا. ما أنت جاي لحتى تكسرنا. أحمد الريحاوي فضحك وعراك وعرى زمرتك اللي تقتل بالسوريين على حدود السورية التركية. نحن السوريين اللي تقتلنا بالداخل وتقتلنا على حدودكم، جيشك عم يقتلنا، نحن ما نقبل. إذا سكتنا فترة، حاليا ما راح نسكت. هذه رسالة للجميع، لكل الساسة الأتراك، الزم حدكم، لأنه ما ضل وراها ورا. يعني بدي أتكلم بالديري، يعني ما ضل وراها ورا. مين نحن اللي نشرفك وشرف اي دوله نفوتها. ومشان اعيد، انا هذا الكلام قلته بغير مقطع، بغير فيديو. نحن من حقنا نجتاز الحدود غصبا عنك بالقانون الدولي. تستقبلنا دولتك غصبا عنك، مو بمنيه. بعدين شو تركيا قدمت للسوريين؟ يعني هذا الكلام نحن صامتين عنه. شو قدمت لهم؟ البطاقه المؤقته، الحمايه المؤقته، هاي المؤامرة اللي قدمتها حكومتك. ما بدي أنا أتكلم هيك موضوع. عرفت مين السوريين؟ نحن السوريين وغصب عنك الأعزاء الأكرام.